لو كان رئيس جمهورية، لو كان رئيس برلمان اللي تتلطخ ايده بدماء شعبنا راح تنزل القصاص العادل بحقه. القضية الثانية الخدمات يا جماعة تعطلت. ليش تعطلت؟ لأن كثير من القوانين اللي حكيتها لكم هسه تعطلت. من اللي عطلها؟ اريدكم تعرفون، ياهو العطل، ياهو الوقف، ياهو العرقل حتى ما عيد انتخابات. هذا اللي الكتب قلت لكم يوم الثلاثاء جاية ترجعون الأمانة، أنا بمعيتكم، بس أنا هم تختبركم، الحكومة هم تختبركم ورا يوم 30/4 هم نجي للمراكز الانتخابية ونشوف صدقتوا بوعدكم ويانا لا، وانتم إن شاء الله صادقين، إن شاء الله صادقين. ترى أنا كلمني رئيس الوزراء قال لي تاخذهم وتوزعهم بيدك حتى انت تكملها على ايدك، وانا مستعد اكملها بايدي، بس انا هم عندي شرط وياكم. احنا نجي هالمره يوم 30/4 نتحاسب، يوم 30/4 وراها نتحاسب، نشوف وفيتوا بوعدكم ولا ما وفيتوا، وانا هنا في خدمتكم، واي شيء تحتاجونه، اي شيء كذا انا حاضر ومستعد. وانا هنا حقيقه اتمنى ان اللقاء بعد يوم 30/4. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هسه نستمر بالمزح، شباب بس شباب بس شباب راح ابو الجهاز واشتري